بيبدأ الفيلم بمؤلفة كتب أطفال اسمها ميرا، وبيكلمها في الوقت ده حبيبها جون، وفجأة بيظهر في المطعم وبيكون عامل لها مفاجأة وجايب لها الشوكولاتة اللي هي بتحبها، وبيقول لها إن هو عازمها على العشاء بالليل، وده لأن هي ما بتعرفش تطبخ، وآخر مرة دخلت المطبخ عملت كارثة. وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وقت طويل، وبيقول لها إن هو هيسيبها ويمشي علشان عنده اجتماع في الشغل، وهيقابلها بالليل في المطعم زي ما اتفق معاها علشان يتعشوا. فبتفضل باصة على حبيبها جون لحد ما بيعدي الطريق الناحية التانية، ولكن فجأة بتيجي عربية وبتخبط جون، فبتنصدم ميرا لأن حبيبها مات. وبعد مرور سنتين بنشوف ميرا وهي منعزلة في بيتها لوحدها بعيد عن المدينة، وبتستقبل رسائل كتير من أختها سوزي، وبتطلب منها أختها ترجع تعيش معاها وترجع كمان لشغلها، وده لأن هي أهملت شغلها الفترة الأخيرة. ولكن ميرا ما بتردش على رسائل أختها لحد ما في يوم بتقرر إن هي تستسلم وتروح تعيش معاها وفعلا تبدأ حياة جديدة. فبتركب عربيتها وبتروح لبيت أختها سوزي، فبتفرح أختها بمجرد ما بتشوفها. وفي الوقت ده بيصحى شخص اسمه روب من النوم، وبيلاقي رسائل كتيرة على موبايله من أصحابه في الشغل، وبنعرف إن روب شغال ناقد موسيقي في جريدة. وفجأة بيجيله إشعار على الموبايل بتاعه، وبتكون صورة لحبيبته السابقة وهي متصورة مع حبيبها الجديد. فبيتضايق روب جدا إن هي قدرت تتخطاه بالسرعة دي، على الرغم من إن هو كان بيحبها جدا. ولما بيوصل روب للجريدة بيقول للمدير بتاعه إن هو هيكتب مقال جديد عن مغنية اسمها سيلين، فبيتريق روب عليه وبيقول له إن هو هيرفض المقال ده ومش هيكتبه، ولكن مديره بيحذره إن هو لو رفض يكتب المقال ده هيترفض. فبيطلع روب مكتبه وبيفكر في الأسئلة اللي هيسألها لسيلين لما يشوفها. وفي الوقت ده بيتوزع عليهم موبايلات جديدة في الشغل، وبيقول صاحب روب إن المدير وزع عليهم الموبايلات الجديدة علشان يراقبهم. فبيتضايق روب جدا بسبب كده، لكنه بياخد الموبايل برضه. وآخر اليوم بتروح ميرا وسوزي للمطعم اللي كانت هتقابل فيه جون في اليوم اللي مات فيه، وبيقابلوا هناك مو صاحب المطعم، واللي بيرحب بميرا جدا وبيقول لها إن هو أطلق اسمها على سندوتش عنده في المنيو، وده لأن هو بيحبها جدا وبيشجعها على محاولتها لتخطي موت جون. وبيقول لها إن هو كمان بيحاول يتخطى موت مراته، لكنه في أوقات كتير بيقعد قدام كرسي فاضي وبيتكلم معاها على أساس إن هي لسه عايشة. فبتيجي لميرا هنا فكرة إن هي تحاول تعمل زيه علشان تتخطى موت جون. وتاني يوم بتفتح ميرا الصندوق بتاع جون وبتنهار لما بتلاقي خاتم الخطوبة بتاعهم. وآخر اليوم بتحاول ميرا تقلد فكرة صاحب المطعم وتتكلم مع كرسي فاضي على إن هو جون، ولكنها مش بتحس بوجوده معاها زي ما قال لها مو صاحب المطعم. فبتقرر إن هي تبعت له رسائل على موبايله القديم وكأنها بتتكلم معاه هو، وفعلا بتكتب له الرسائل على موبايله. وفجأة بيقطع النور في المدينة كلها، وبتوصل للرسائل دي الموبايل روب، وبنعرف ان الموبايل اللي واخده من الشغل هو موبايل جون، ولكنه ما بيقدرش يحدد صاحب الرسائل وما بيهتمش بيها. وتاني يوم بيروح روب يقابل سيلين علشان يعرف منها معلومات عن حياتها، ولكنه بيتصرف معاها بطريقة غريبة جدا، فبيثير انتباهها وبتطلب منه يقابلها في البيت عندها. وفي الوقت ده بتكون ميرا في دار النشر اللي هتنشر لها الكتب بتاعتها، فبتقول لها مديرة الدار ان هي لازم تقدم كتاب في اقرب وقت، وده لان هي استلمت المقدم بتاع الكتاب من اكتر من سنتين ولسه لحد اللحظة دي ما خلصتش الكتاب الجديد. فبتروح ميرا للبيت وهي حزينة، وبتفضل تبعت رسائل لجون، وبتقول لها اختها سوزي ان هي نزلت صورها على تطبيق مواعدة علشان تتعرف على شباب وتبدأ حياتها من الاول. فبتقول لها ميرا ان هي مش عايزة تتخطى جون وهتفضل تحبه طول عمرها، ولكنها بتوافق ان هي تقابل شخص غريب من تطبيق المواعدة كاستثناء لمرة واحدة. وتاني يوم بنشوف روب وهو في الشغل وبيحكي لاصحابه عن الرسائل المجهولة اللي بتجيله، وبيقول لهم ان الشخص اللي بيبعت الرسائل دي بيقول له ان هو هيكون موجود النهارده في مطعم قريب. فهو قرر يروح المطعم ده علشان يحاول يتعرف على الشخص اللي بيبعت الرسائل. واخر اليوم بيشوف ميرا وهي معديه من قدامه وبيحس ان هو يعرفها، وبيشك فيها ان هي اللي بتبعت الرسائل المجهوله على الموبايل بتاعه، ولكنه بيشوفها وهي بتقابل الشخص الغريب من تطبيق المواعده، وبيلاحظ ان هي مبسوطه بوجودها معاه. وبعد ما بيتكلموا شويه بيمشوا من المطعم، وفي الطريق بتقول له ميرا ان هي مش هتقدر ترتبط بيه، وده لان هي متعلقه بحبيبها السابق جون. وتاني يوم بيروح روب لبيت سيلين وبيتكلم معاها عن حياتها، فبتقول له سيلين ان هي مش جايباها هنا علشان تتكلم عنها ولكنها عايزه تتكلم عنه. فبيحكي لها روب عن علاقته السابقه، وبيصعب على سيلين لما بيحكي لها، فبتشجعه يتخطى حبيبته السابقه ويبدا حياته من جديد. وبتقول له ان هي موافقه يكونوا اصحاب لحد ما يتخطى حبيبته السابقه، وبعد ما يتخطاها هتديله معلومات عنها علشان ينشرها في المقال. وتاني يوم بتوقع ميرا اسطوانه من اسطوانات جون وبتنكسر، فبتعيط ميرا لان هي كسرتها، وبتقرر ان هي تتخطاه وتبطل تبعت رسائل ليه. فبيلاحظ روب بعدها ان الرسائل المجهوله مش بتوصله زي الاول، فبيتضايق لانه كان
وكان بدأ يتعلق بيها، خصوصا ان هو شاكك في ميرا وبتسوء حالته النفسية وبينعزل عن أصحابه في الشغل، وبيفضل مراقب التليفون طول الوقت على أمل ان هي تبعت له تاني. وفي يوم وهو في الشغل صاحبه بيلي بياخد منه التليفون، فبيتعصب عليه روب جدا، ولكن صاحبه ما بيهتمش وبيفضل يتريق عليه. وفجأة هنا بتوصل رسالة من ميرا وبتكون كاتبة كلام مش مفهوم، ولكن ليزا بتقول لهم ان دي جملة من أسطورة قديمة، ودي إشارة من ميرا ان هي بتحب الأوبرا. فبيقرر روب ان هو يروح الأوبرا على أمل ان هو يقابلها هناك، ولكنه مش بيلاقيها، فبيفضل كل يوم متردد على دار الأوبرا على أمل ان هو يشوفها، لحد ما في يوم بيلاقيها خارجة من القاعة بعد ما بتخلص الحفلة. فبيعرفها روب على نفسه وبيقول لها ان هو شغال ناقد موسيقى. فبتقول له ميرا ان هي بتكتب قصص للأطفال، وبتاخد رقمه وبتمشي، وبتبعت له رسالة علشان تعبر له عن سعادتها لأنها قابلته في الأوبرا. وبيتأكد روب ان هي اللي كانت بتبعت رسالة على موبايل الشغل، فبيبحث عن اسمها على الإنترنت وبيلاقي صور ليها مع حبيبها جون، وبيعرف ان جون اتوفى من سنتين. فبيفهم ان رقم الشغل بتاعه هو نفسه رقم حبيبها جون، وان هي كانت طول الوقت ده بتبعت رسائل لحبيبها اللي مات. واثناء ما هو في الشغل بتتصل بيه ميرا وبتطلب منه انهم يتقابلوا في مطعم اخر اليوم. فبيتوتر روب وبيتكلم بطريقه غريبه ومش بيكون عارف يقول ايه، لكنه بيوافق. واخر اليوم بيروحوا هما الاتنين للمطعم، وبيكون روب متوتر جدا لان هو عاوز يقولها على الحقيقه، وان الرسائل المجهوله اللي كانت بتبعتها كانت بتوصل له هو، لكنه بيكون خايف لا تبعد عنه لانها ممكن تظن ان هو بيكتب عليها. واثناء ما هما بيتكلموا بيطلب منها يدخل الحمام، وبيقرر وهو في الحمام ان هو مش هيقولها على الحقيقه، وهيفضل مخبي عليها لحد ما تثق فيه علشان ما تبعدش عنه. وبيخرج تاني من الحمام وبيقعد معاها، وبيبان عليهم ان هما الاتنين معجبين ببعض، وبيلاحظوا انهم شبه بعض في حاجات كتير زي طريقه الاكل. واخر اليوم بيتمشوا في الشارع، وبيحكي لها روب عن حبيبته السابقه، وبيقول لها ان هو كان بيحبها جدا لكن هي سابته وارتبطت بشخص تاني بسهوله. واثناء ما هو بيحكي لها بيشوفوا شخص بيعزف في الشارع، فبيطلب منها انهم يرقصوا مع بعض، وبيكونوا مبسوطين وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد تاني يوم الصبح. وبيقرروا ان كل واحد منهم يروح على بيته، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في بيت ميرا اخر اليوم. وبالليل بيروح روب يزور ميرا في بيتها زي ما اتفقوا. وفي البيت بتحكي له ميرا عن جون، وبتقول له ان هي مش قادره تتخطاه مع انه عدى على وفاته سنتين. وبتنعس شويه ميرا وهي بتتكلم وبتنام، فبيشيلها روب وبيوصلها للسرير وبينام هو على الكنبه. وفي الاثناء دي بيلاحظ ان في شخص بيفتح باب البيت، وبتكون دي سوزي اخت ميرا. فبتتخض اول ما بتشوفه وبتضربه، لكنها بعد كده بتعتذر له لما بتعرف ان هو حبيب اختها الجديد. وتاني يوم الصبح بتصحى ميرا وهي مخضوضه ومش بتبقى عارفه هي وصلت سريرها ازاي. ولما بتطلع من اوضتها بتشوف روب وهو قاعد بيتكلم مع سوزي، لكنها بتتجاهله وبتسيب البيت وبتمشي. فبيمشي روب هو كمان وبيروح لسيلين وبيتكلم معاها، وبيقول لها ان هو وصل اخيرا لصاحبه الرسائل المجهوله، لكنها لسه متعلقه بحبيبها القديم، وده مخليه مش عارف يرتبط بيها. ولما بيقول لها اسمها بتقول له سيلين ان ولادها بيحبوا الكتب بتاعه ميرا جدا، وبتقرر ان هي تساعده وتقربه لميرا. فبتاخد رقمها منه، وتاني يوم بتتصل بميرا واللي بتكون فاكراها حد بيتريق عليها، ومش بتكون مصدقه ان سيلين بنفسها هي اللي بتكلمها. فبتضطر سيلين ان هي تغني لها علشان تصدقها. فبتفرح ميرا جدا وما بتكونش مصدقه نفسها، وبتوافق على طول ان هي تصمم بوسترات الحفلات بتاعه سيلين. واخر اليوم بتقابل روب وبتعتذر له عن تجاهلها ليه امبارح، وبتقول له ان هي جابت له كره سله علشان يعلمها لعبه كره السله لانه بيحبها. فبيروحوا الملعب السله، واثناء ما هما بيلعبوا بيعترفوا لبعض بحبهم. وتاني يوم بنشوف روب وهو بيلبس علشان يروح لشغله. وفي الوقت ده بتلاحظ ميرا رسائلها اللي كانت بتبعتها لجون، وبتكون ظاهره على اللابتوب بتاع روب. فبتتوقع ان روب كان بيقرا كل رسائلها لجون واستغل ده علشان يقرب لها. فبتتصل برقم جون، وبتكتشف فعلا ان روب هو اللي كان بيقرا رسائلها المجهوله. فبتقرر ان هي تسيبه، وبيكون روب مش عايز يبعد عنها، لكنها بتطلب منه ما يقربش منها تاني. فبتسوء حالة روب النفسيه جدا، وبيكون عاوز يرجع لميرا باي طريقه، وبيفضل مكتئب في بيته لانه خسر ميرا بسهوله لانه كتب عليها. وفي يوم بيكون روب في شغله وبتجيله فكره يصالح بيها ميرا. فبيستغل شغله في الجريده وبيكتب مقال عن حبه لميرا بدل مقاله عن سيلين. وبيكتب في المقال ده ان سيلين ألهمته ان هو يتخطى حبيبته القديمه، وده كان السبب في محاولته ان هو يتقرب لميرا ويرتبط بيها، وده لان هو حبها فعلا بسبب رسائلها المجهوله، وكان عاوز يتعرف عليها من اول رساله قراها. وبيشكرها على كل حاجه حلوه هي عملتها له لان هي ساعدته ان هو يتخطى حبيبته القديمه. وبيطلب منها فرصه اخيره علشان يكونوا مع بعض. فبيقول لها تقابلوا في المكان اللي قالت له فيه ان هي اول مره تسمع موسيقى حقيقيه. وبيشتهر المقال ده جدا، وبتتاثر بيه ميرا، لكنها مش بتكون موافقه ان هي ترجع له تاني. وفي الوقت ده بتتصل بيها سيلين، وبتقول لها ان روب ما كانش يعرف حاجه عن شغلهم،
وان هي طلبت منها تصمم البوسترات لان هي مصممه شاطره، وعلى الرغم من ان هي وروب اصدقاء لكنه ما طلبش منها حاجه. وبتحكي لها سيلين عن علاقتها بزوجها السابق، وبتقول لها ان هو كان مديرها في الشغل، وبعد ما اتجوزوا اكتشفت سيلين ان هو كان بيكتب عليها لكنها كانت بتحبه جدا، ونجحت ان هي تسامحه في مقابل ان هو يغسل الاطباق طول حياته. وبتطلب من ميرا ان هي تدي روب فرصه تانية لانه واضح ان روب بيحبها بجد. وتاني يوم بيروح روب للشغل وبيلوم المدير على اللي هو عمله، ولكنه في الحقيقه بيكون معجب جدا بالمقال وسعيد ان روب قدر يتخطى حبيبته القديمه، وبيقول له ان هو رقاه علشان يشتغل في الاذاعه زي ما كان بيتمنى، وبيطلب منه يجاريه لان هو لازم يلومه قدام باقي الشركه علشان يضمن ان الموضوع ده ما يتكررش تاني. واخر اليوم بتتكلم ميرا مع الكرسي الفاضي وبتتخيل جون، فبيقول لها جون الخيال ان هو لو كان لسه عايش كان هيشجعها تبدا حياه جديده، وبيقول لها ان هو هيفضل يحبها للابد لكنها لازم تتخطى موته وترجع لحياتها. فبتقتنع ميرا بكلام جون الخيالي وبتقرر تبدا حياتها. وتاني يوم بيروح روب للمكان اللي رقص فيه مع ميرا على امل ان هو يقابلها هناك، لكنه مش بيلاقيها فبيرمي الورد. فبيروح لها البيت ولكنه برضه مش بيلاقيها، ولكن اختها سوزي بتقول له ان هي اتخلت عن خطوبتها من جون، وده معناه ان هي اخيرا قررت تبدا حياتها من اول وجديد وتتخلى عن جون. وبتقول له ان هي كانت بتتمنى انهم يكونوا مع بعض دلوقتي. فبيفتكر روب كل ذكرياته مع ميرا، وبيفتكر ان اول مره قابلها فيها كانت في الاوبرا، وفي الوقت ده قالت له ميرا ان دي اول مره تسمع موسيقى حقيقيه. فبيروح لدار الاوبرا بسرعه على امل ان هو يلاقيها لكنه برضه مش بيلاقيها. فبيفضل يدور عليها لحد ما فجاه بتظهر ميرا من وراه وبتقول له ان هي موافقه انهم يرجعوا لبعض، ولكن بشرط ان هو ما يكتبش عليها تاني ويقول لها الحقيقه، وكمان يغسل الاطباق طول حياته ويتعلم الطبخ. فبيوافق روب وبيقول لها انه اخيرا حلمه اتحقق وهيكون معاها، وان هو موافق على اي حاجه هي تطلبها منه. وبيرجعوا لبعض تاني على امل ان كل واحد منهم يتخطى حبيبته القديمه. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رايك في الكومنتات.